الأميرة فاطمة إسماعيل هي واحدة من أبرز أميرات أسرة محمد علي على الإطلاق، وهي دايما يتم النظر إليها باعتبار إن هي رمز للعلم والمعرفة وللثقافة وللتبرعات الخيرية. في الحقيقة شخصية في غاية الأهمية، وإحنا بنشكر مشروع عاشا هنا التابع لجهاز التنسيق الحضاري إن هو اهتم بيها وبتاريخها. لكن كنا نتمنى ان هو يكتفي باللوحة اللي هيحطها على منزلها او على المكان التابع ليها، لكن فكرة ان هو يكتب معلومات عنها وهم اصلا غير مؤهلين لده، فده بيوقعوا في اخطاء تاريخية كثيرة جدا. ابرزها هنا هنشوف ان هو بيتكلم على ان هو تزوجت من الامير محمود سري باشا، وهو مفيش واحد اسمه الامير محمود سري باشا في أسرة محمد علي من الأصل. دي أول حاجة. تاني حاجة بيقولوا إن ابنها الأمير عمر طوسن، وهي مش أم الأمير عمر طوسن، هي أم الأمير جميل طوسن شقيقه، يعني هي مرات أبوه. كمان كلامهم على الجامعة محتاج تدقيق، حاجة صعبة أوي. احنا مش عارفين يعني هل ممكن بقى يحلوا؟ كان معكم المؤرخ أحمد كمالي.